عبد الرحمن أبو زهرة وسلوى 50 عاما من الحب ولقاء وراء السحاب. يقولون إن الفن خيال، لكن في حياة القدير عبد الرحمن أبو زهرة كان الحب هو الحقيقة الوحيدة التي لم تهزمها الأيام. بالأمس أسدل الستار على الفصل الأخير من حياة المعلم إبراهيم سردينة. رحل الهادئ المثقف والمناضل من أجل القيمة. رحل صاحب 92 عاما لا ليغيب، بل ليذهب أخيرا إلى الموعد الذي انتظره لسنوات. ذهب ليلتقي بسوسو رفيقة الدرب وحبيبة العمر وسند الأيام الصعبة. كل شيء بدأ في أروقة الإذاعة المصرية. كانت سلوى الرفعي ممثلة في مقتبل طريقها، وكان هو شابا خجولا يفيض بالموهبة. يقول عنها: رأيتها وخفق لها قلبي من أول لحظة. في زمن لم يكن فيه للسرعة مكان، حطم أبو زهرة القواعد، تعرف عليها، أحبها، وطلب يدها في أسبوع واحد، وفي الأسبوع التالي كان قد كتب الكتاب. زواج لم يقم على المظاهر بل على نبضة قلب صدقت، واستمرت ل50 عاما. كانت الغيرة تشتعل في قلبه كفنان. موقف واحد على خشبة المسرح كان كفيلا بأن يطلب منها الابتعاد عن التمثيل. لم تكن رغبة في التحكم، بل كان حبا غيورا لم تحتمل نفسه. وبدل أن تنطفئ موهبة سلوى، أشعلها عبد الرحمن بالدعم، وجهها للكتابة، فصارت واحدة من أهم كاتبات الدراما، وأهدتنا طيور النورس وجاسوس رغم أنفه، وظلت هي البطلة الوحيدة في مسرح حياة الخاص. لم تكن الحياة وردية دائما. أبو زهرة يعترف بصراحته المعهودة: أنا عصبي ولساني مش بيسكت، وهي كانت بتستحملني. كانت سلوى هي المرفأ الذي تهدأ عنده أمواج عصبيته. كانت الجدار الذي يستند إليه حين تضيق به الدنيا. عاش معا أكثر من نصف قرن، وفي كل عام كان يكتشف أنه يحبها أكثر. كانت هي دعوته المستجابة، وهي التي دعت يوما: يا رب اجعل يومي قبل يومه. فاستجاب الله لها في نوفمبر 2019، وتركت خلفها رجلا مكسور الجناح. منذ رحيلها قبل سنوات لم يعد عبد الرحمن هو ذلك الرجل المرح. سكنه الاكتئاب، وشعر بغربة قاسية حتى وهو وسط أحفاده الذين ملأوا الدنيا ضجيجا ونجاحا. كان يقول بحزن يمزق القلب: بشوفها معايا في كل ركن